السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي المغاربة، كنتمنى من الله تكونوا بصحة جيدة. كما العادة، الكرغولي الصغير يخرج علينا بغباء جديد. الكرغولي الصغير أراد استفزاز المغاربة مرة أخرى بفيديو غبي. هذا الكرغولي الصغير حفيد أم حسن وحسن الجديد. كما تسمعوا دابا غادي نخليكم بعدا تسمعوا شنو غادي يقول وعاد نتكلموا. يا خوتي، هذه التاليه تاع التوال، هادي اللي قالت لهم رقدوا وانا نغطيكم. والبروبليم راه بدا الحمان، لا تغطيهم غادي يجيهم الحمان وبدا واحد يعرق. قال لك المغرب با يدخل بريكس. بدخل بريكس باش باش تدخل باش والله باش تدخل بالدين. توقي لك حسب قالوا اللي فيه الدين بزاف يدخل بريكس، هذيك ماشي اللي فيه الدين. واش الخليج ما جاو يفرحوا باش يتهنوا من الطلبه والسعايه تاعكم تاع المملكه المغربيه الشريفه بيتروحوا للبريكس؟ والله ما يقبلوك. خصهم واحد طلاب اتشو، مملكه اتشو. ني عمري مش مملكه فقيره، انا اول مره كاين غير نتوما وواحد المملكه واحده اخرى من الاردن كانت لكم الفقر. يقلعها دي يسميها حاجه واحده اخرى، ولا مملكه تجي عليها هاك، فاهم؟ مملا شفت الانجليز البارح شفت ستيل الانجليز. كما سمعتوا، الكرغولي الصغير الحفيد ديال ام حسن وحفيد حسن، كما كتعرفوا حسن الجديد، اللي القصه معروفه وما بغيناش ندخلوا فيها كذلك في هذه الحلقه هذه. الرد على هذا الكرغولي الصغير بسيط جدا. ما تقارنوش نفسكم معنا، نتوما خصكم تكونوا كتقارنوا راسكم مع قطر، الامارات، السعوديه. هادو هما الدول اللي خصكم تقارنوا نفسكم معهم. البريكس ليس شي حاجه خارقه اللي غادي نتقاتلوا عليها، وفي طريقه الى الزوال. كما كتعرفوا كاينين ازمات خصوصا لروسيا، في طريقه الى الزوال. ما كيهمش، ماشي مشكل تقبلوا ولا ما تقبلوش، المهم حنا غاديين خدامين على راسنا. المشكله والعيب هو فيكم نتوما. دولة بحجم قارة كما كتقولوا، بحقول والمعادن لا حصر لها، اللي ما كاينينش بزاف ديال الدول العالم، وباقيين عندكم طوابير. راه خصك تبكي وتحشم. ما تجيش تقول حنا غادي نديروا لكم ونردوكم في جزيره. ما عمر المغرب ما غادي يكون في جزيره، بالعكس المغرب كيتقوى بالاقوياء. المغرب كيتقوى بالاقوياء، وانتوما كضعفاء تعلقتوا مع الضعفاء. ما مشيتوش لشي حاجه طوب، ولا مشيتوا لعند الدول عظمى. مشيتوا لعند الدول اللي مسكينه حتى هي عندها ازمات سياسيه كتسعى، اللي كتقولوا حنا دول فقيره وكنسعى وكنطلبوا صداقه. حنا مع الدول العظمى، وخير دليل الاتفاقيه الاخيره مع بريطانيا. اما المشكله انكم نتوما كتشريو الذمم ديال الدول الغارقه في الديون، دول مسكينه تنتظر القشه اللي غادي تنقدها في بحر الظلمات. نتوما كتقلبوا على اضعف دوله غاديه للفايت باش تمنوا عليها بشويه ديال الدولارات، وتقولوا انكم راكم نقدتوها وداكشي باش نتوما تحكموا فيها. والدليل راكم عارفين، تونس. ما تجيش تقارن راسك مع المغاربه بتاريخهم اقوى واكبر منك. تاريخهم اكبر منك وكيتحكموا في نفسهم، ما كاينش دوله واحده اخرى كتحكم فيهم. شوف هذا الفيديو اللي غنحط لك دابا وتألم في صمت ونكملوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم بديس من منتدى الجزائريين في بريطانيا. اليوم كان عندنا لقاء مع نائبا عن الجاليه، هو الدكتور عبد الوهاب يعقوبي والاستاذ ابراهيم تخينات. في حوار معنا بعض الاخوه حطوا انشغال على التذاكر هذيا وعلى لي بري هذو طالعين. اخذ الكلمه الدكتور عبد الوهاب وسمعنا منه امر خطير للغايه.
يعني أمر عجيب واش راهو صاري في هذيك البلاد. اسمعوا واش راهو يقول ودوك نرجع لكم. التعامل في النقل الجوي بين الجزائر وفرنسا يخضع اتفاقية ثنائية أمضيت في شهر فبراير 2006، وهذه الاتفاقية تسمح لفرنسا بهي تختار وشكون هما الشركات الجوية اللي تنزل في المطارات الجزائرية. سمعتوا مليح. شوفوا واش قال الدكتور يعقوبي. قال لك انه هناك اتفاقيه في التعاون في المجال الطيران ما بين الجزائر وفرنسا، انه يخضع لاتفاقيه ما بين الجزائر وفرنسا، وفيها بند يسمح لفرنسا ولا فرنسا هي اللي تخير اي شركه طيران تدخل للمطار ولا تحط في المطار تاع الجزائر. هكذا يا. وقال لك روحوا وحوسوا في جوجل وانا لقيت الاتفاقيه وشوفوها راهي لتحت. اسمعوا واش قال اسمعوا. تقدروا تشوفوا في الانترنت. هل سالت هل الامر هذا سكره مخبي ولا بارد؟ لا مش مخبي. نقدروا ننشروه معناه نقول الهضره. اكيد موجود. روحوا ودخلوا في جوجل ديروا ترونسبور اكورد فرانكو الجيريان سور لو ترونسبور ايريان 2006 sur Google. وانت تقدر اسكو تي بو فير كيك شوز انت كنائب؟ انا اقترحت انه يكون مراجعه تاع هذه الاتفاقيه، وكما تعرفوا الاتفاقيه الثنائيه باش تراجع لازم موافقه تاع الطرفين. في هذه الاتفاقيه كاين الخلاصه تاع كلش. كاين حاجه واحده اللي فهمتها انايا خلاص اتس اوفيوس، وعلى بالي بلي فهمتوها انتم ثاني، انه الايروبور هو ريبو مدين، وكاع لي زايروبور في الجزائر الجزائر ما عندهاش سياده عليهم. اللي يقول لي الكونترير يبروفي لي. انني شفت هاوش قال الدكتور يعقوبي النائب، وهو هضر معاكم في البرلمان وما حبيتوا ديروا والو وتجوزتوها بلا ما جوز تاع البرلمان. هذا امر خطير. بون هذو هما عصابه راهم في السجن الان، مبالا دركا يفو ريميدي، ولازم تعاودوا تصحوا هذا الامر هذايا. ردوا لنا لي زايروبور تاعنا، ردوا السياده تاع لي زايروبور تاعنا للجزائر، نحوها لفرنسا. او الان دوك نروحوا نبكيو حنايا، مالا دوك نروحوا قدام وزاره النقل تاع فرنسا نديمونديهم ينقصوا لنا لي بي تاع الجزائر تاع الجيري، نروحوا نبروتيستيو عند لي فرونسي دركا. عجيب. رئيس الجمهوريه بارك الله فيك سيدي الرئيس، سيد وزير، ما نهضر الا مع الرئيس، سيد رئيس الجمهوريه. الامر خطير خطير خطير. ما عندناش سياده على الايروبور تاعنا ولا كاع لي زايروبور اللي في الجزائر. فرنسا هي اللي تخير اي شركه تدخل للتراب الوطني. هذه كراف. هذه لازم نقطعوا نحبسوا هذه الاتفاقيه هذه في اسرع وقت. بارك الله فيكم. السلام عليكم. لحد الان ما كنحتاجش. هل هذا قرار سياسي؟ هل هذا قرار سياسي هذا؟ اكيد ماشي شركه مع شركه. لا قرار سياسي، لانه هناك اتفاقيه ثنائيه تم مناقشتها في البرلمان الجزائري بغرفه البرلمان الفرنسي بغرفه في لاسومبلي ناسيونال في السينا الفرنسي، وكاين ان رابور نتاع السينا نتاع لاسومبلي ناسيونال اللي يقول ماشي ايجابيات وماشي سلبيات نتاع هذه الاتفاقيه، وعلاه الدوله الفرنسيه لازم تمضي على هذه الاتفاقيه. انا لا ميم شوز رحت للبرلمان الجزائري نحوس على هذا انشاء الامر في البرلمان الجزائري وفي مجلس الامام رئيس الشريك. فللاسف هذا الامر يعني احنا كنواب ولا حتى ككتب نقولوا ان هذه الاتفاقيه ماشي صالح البلاد بصح
القدرة تاع التغيير تاعها مش فيها. لو كان جا عندنا أغلبية في البرلمان وكان نخضعوا عليه الحكم. شفتي الفيديو؟ للأسف هذا هو مستواكم. هادو هما الجزائريين. دولة كتحكم في المطارات ديالها، هذا يدخل وهذا ما يدخلش، دليل كبير على شكون اللي قطع العلاقات وشكون اللي قطع المجال الجوي مع المغرب. يعني ماشي نتوما غير عبد ضعيف عساس في واحد المنطقة كيتسنى الأوامر من لهم فرنسا. قطع المجال الجوي، نعم سيدي نقطعوه، فتح المجال الجوي غادي تفتحوه ونفكم في الارض. نهار اللي تكونوا كتحكموا في بلادكم اجيو هضروا على المغاربه. نتوما ما كتحكموش في بلادكم قرم بركه من الهضره بزاف. راكم كتضحكوا عليكم الناس، كتضحكوا عليكم الشعوب، لانكم كتباهوا بواحد الحاجه مزيفه. وحنا في التالي فرنسا من تتحكم بالأجواء الفرنسية، فرنسا من تتحكم الطيارة الفلانية اللي تدخل والطيارة الفلانية اللي ما تدخلش. حقرة والله لا حقرة. وللأسف غادي نتنقل لواحد الخبر اللي هو صغير وما بغيتش نتكلم فيه بزاف، ما بغيناش نشحنوا الفريق الوطني، ولكن للأسف عندنا جيران سبيطار 36. واش الدراري في عمرهم 15 عام داينهم للتكنة عسكرية وكيبحال اللي كيحرضوهم على حرب ماشي على مباراة؟ والله لا عيب، والله لا حشومة. هادشي اللي كديروا نتوما راه ما بقاش بنادم، يعني ما كتخيلهاش حتى في كوريا الشمالية ديرها. شتي هادشي ديالكم ما تخيلوش انا كوريا الشمالية ديرها. والمشكلة أنكم نفس العرق، نفس الدين، نفس اللغة، وكتعاملوا على أساس أنكم مع عدو خارجي، وهذوك هي دراري صغار. عندك المشكل مع الدولة خليك صفيها مع الدولة، ولكن باش تحقن الدراري الصغار تربيو فيهم الحقد على جيرانهم، والله لا عيب. هذا راه عيب في حقكم، والجزائري الحر راه ما غاديش يقبلها. ماشي هادو اللي كيدخلوا يديروا الكومنتاريوس ديال السبان والشتم، او لا بحال هذا الكورغولي اللي هضرت عليه في الاول. هادو عندهم كي زايد ناقص الحقد وخلق الفتنه. للاسف حنا كمغاربه ما كنحبدوش هاد الشيء، وكانوا داروها في بلادنا وخرجوا مثلا شي ناس من الحكومه ولا شي حاجه ما نقبلوهاش، لان خلص كره تبقى في كره، الرياضه تبقى في الرياضه. ما خصناش نصعدوا ونخليو الاطفال. هو 15 عام راه طفل، 15 عام 16 عام راه طفل، راه عيب تحقنوا، عيب تشارجيه بالحقد. حشومه والله لا حشومه. هاد الجيران واش صافي فقدوا السيطره على القوه العقليه ديالهم؟ وللاسف حتى هاد بعض بحال هاد الكورغولي الصغير، هاد الحفيد ام حسن اللي كيطلع لهم الشان، اللي كيبينوا بحال بونيف، بحال هادو اللي كيعطيو قيمه لهاد التصرفات، هادو هما اللي كيزيدوا الشحن ديال الشعبين. حنا كمغاربه راه ما كنا كنمشيو نتطاولوا على الشرف ديال اي جزائريه، ولا كنتطاولوا على الاعراض، ولكن فات الحد. هادشي فات حدوده. ما يمكنش نبقاو ديما حنا كنسكتوا، خصنا حتى حنا نهاجموا دائما دفاعا، ماشي كنهاجموا من راسنا. حتى تنشوفوا كي بحال هذا الكرغولي اللي خرج وكيهضر وكيتكلم على المغرب بهذه الطريقه. بغيتكم تبارطاجيو باش توصل هذا الميساج يوصل ليهم هما اكثريه. بارطاجيو وما تنساوش الدعم ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.